مساء الخير يا دكاترة. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم على الجزء الثاني من المحاضرة الأولى إن شاء الله في جنرال بكتيريولوجي. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت إيه هو تعريف الميكروبيولوجي، وعرفنا الفرق ما بين الخلايا البروكاريوت والإيوكاريوت، واتكلمنا كمان على جزء الجنرال بكتيريولوجي، اتكلمنا عن المورفولوجي بتاع البكتيريا بتقسم إزاي. هنتكلم إن شاء الله، وخدنا جزء هنت عن الاستراكشر بتاع البكتيريال سيل هنقوله سريعا، وبعدين ندخل في الجزء اللي احنا عاوزين نشرحه النهارده إن شاء الله. الاستراكشر بتاع البكتيريال سيل زي ما قسمناها المرة اللي فاتت، اللي احنا قسمناها لجزئين: جزء السيرفيس ستراكشر، والجزء الثاني هو الانترنال ستراكشرز. السيرفيس ستراكشر عندنا اللي هي قلنا اللي هو موجودين بره خالص، زي ما موجودين على الرسمة تحت هم موجودين على الرسمة هم اللي هم السيل وول بره خالص، بره خالص هنا ده السيل وول اهوت. ندخل جوه شوية هتلاقي جزء السيل ممبرين، تمام. وندخل جوه خالص بقى ونطلع، لو طلعنا بره في بعض البكتيريات عليها حاجه موجوده بره كده اسمها الكبسول، وفي بعض البكتيريات ما عندهاش، ده اسمه اديشنال ستراكشر، يعني موجود في بعض البكتيريات والبكتيريات التانيه مش موجود. طيب والجزء اللي جوه خالص ده جزء برضو من الاجزاء الاسينشال او من الاجزاء الضروريه، ده جزء الدي ان ايه. والدي ان ايه مهم طبعا عشان التضاعف وعشان البكتيريا يحصل لها ريبليكيشن وتجرو وتنفيد الجسم والكلام ده كله. طيب وجزء برضو في الانترنال ستراكشر جوه اسمه الفيمبريا، اللي هو الجزء الصغير ده، ودي قلنا وظيفتها اللي هي بتعمل ادهيجن. طيب الجزء الكبير اللي طالع من جوه خالص، من جوه السيل ممبرين، من جوه من جزء اسمه قلنا اسمه البيزال بودي، اللي هو موجود هنا ده اسمه البيزال بودي اوف سيل ممبرين. طيب ده اسمه الفلاجيلا، طويل خالص اهوت، اطول من الفيمبري، عشان احنا بنقارن تحت بينهم هتلاقي اقول لك ده رفيع، ده تخين وقصير، انما هقول لك ده رفيع وطويل. طيب جزء برضو الريبوسوم قلنا ده المسؤول عن تخليق البروتين، موجود جوه، ده يبقى تبع الانترنال ستراكشر. وفي اجزاء مش عندكم بقى، جزء اسمه الميزوزوم وشرحناه المره اللي فاتت، وقلنا اللي هو التداخلات اللي بتبقى موجوده جوه ديت، ودي بتبقى بديله للميتوكوندريا بتصنع طاقه. والجزء برضو جزء برضو اللي عندك جوه اللي هو الانكلوجن بوديز، وقلنا ديت بتوفر للخليه النيوتريشن بتاعتها. يبقى احنا كده خلصنا الفرق ما بين الاستراكشرز بتاعت الانترنال ستراكشر، وقلنا ايه السيرفيس ستراكشر. قلنا جزء السيرفيس ستراكشر ده ممكن يقول لك في كسؤال انيوميريت في الامتحان. طيب ندخل بقى في كل واحده من دول هنقول عليها كلمتين، ويبقى احنا كده خلصنا المحاضره ان شاء الله. طيب اول حاجه عندنا بره خالص قلنا السيل وول هو اللي موجود بره خالص. السيل وول ده لو جينا نقول التعريف بتاعه، هو موجود بره خالص، موجود بره اهو، وتحته موجود السيل ممبرين. طيب يبقى هو موجود بره وتحته السيل ممبرين، يبقى لو جينا نعرفه هنقول ريجيد لاير، ريجيد لاير عن طبقه صلبه اوتسايد السيل ممبرين او السيتوبلازميك ممبرين، ادي اهوت اوتسايد السيتوبلازميك ممبرين، السيتوبلازميك ممبرين جوه والسيل وول بره، فيبقى السيل وول بره السيتوبلازميك ممبرين. ده التعريف بتاعه. قلنا الريجيد لاير، طب هو ريجيد ليه؟ لانه بيتكون من طبقه اسمها بيبتيدوجلايكان. لو تفتكر واحنا بنقارن ما بين البروكاريوت والايوكاريوت، قلت لك البي مع البي، البروكاريوت عندها بيبتيدوجلايكان انما الايوكاريوت ما عندهاش. طب ده بتكسبها ايه؟ ده بتكسبها الصلابه. طب البيبتيدوجلايكان دي بتتكون في كيميكال ستراكشر بتكونها. طب ايه هي الكيميكال ستراكشر اللي بتكونها؟ ركز معايا يا سيدي في الرسمه اللي جايه دي. الرسمه اللي جايه ديت بتوضح الفرق ما بين الكيميكال ستراكشر اللي بتكون الجزء البيبتيدوجلايكان ده. ايه هي الكيميكال ستراكشر؟ بص انا هرسمها لك الاول وبعدين ايه، وبعدين نرسمها مع بعض. هو جزء كده، لو قلنا ده خط اهوت اسمه سايد تشين، ده اسمه تشينز على تشين على بعضها. وقلنا الجزء اللي تحت ده اسمه تشين. التشين ده بيتكون من ايه بقى؟ التشين دي بتتكون من جزء عامل كده، وجزء برضو جنبه كده، وجزء عامل كده، دي تشين. التشين اللي بعدها نفس اللي هو موضوع بالظبط كده وكده وكده. طب التشين دي بتتكون من ايه؟ حته من دول اسمها جي ان استايل جلوكوزامين، بنرمز لها بالرمز جي، اللي هو اختصار الجي جلوكوزامين يعني. طيب والثانيه اسمها ان استايل ميرميك اسيد، بنرمز لها بالرمز ام.
بقول لك الاثنين دول alternating مع بعض. alternating يعني بالتبادل، جي ام جي ام جي ام وهكذا. طب الاثنين بقى اللي تشين دي واللي تشين دي بيتربطوا مع بعض بايه؟ بيتربطوا مع بعض بسايد تشين اسمها مكونه من 4 امينو اسيد. يبقى انا لو جيت اقول لك من الرسمه اللي قدامك ديت ايه هو البيبتيدوجلايكان بيتكون من ايه؟ من جي وام، ان ستايل جلوكوزامين وان ستايل ميرميك اسيد alternating with each other، تمام؟ والسايد تشين ما بينهم اسمها 4 امينو اسيد، بتتكون من 4 امينو اسيد. طيب البيبتيدوجلايكان ده وانا كنت بقول لك في كل البروكاريوت، فبالتالي هي موجوده في الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي عندنا ده. يبقى الوقت عايزين نلخص السيل وول. السيل وول موجود بره السيل ممبرين. طيب بيتكون من ايه؟ من جزء اسمه البيبتيدوجلايكان بتديله الريجيديتي بتاعته. طيب الجلوكوزامين ده بتتكون من ان ستايل جلوكوزامين وجنبه ان ستايل ميرميك اسيد alternating with each other، بتكون السايد تشين اللي ما بينهم اسمها 4 امينو اسيد، وبتكون قلت لك بروكاريوت في الاثنين يبقى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. عاوز تشوفها في الرسمه اللي عندك تحت؟ نشوفها تاني عشان برضو تثبت معاكم. الرسمه اللي عندك دي ادي ان ستايل جلوكوزامين وادي ان ستايل ميرميك اسيد، ادي ان ستايل جلوكوزامين وده ميرميك اسيد، والسايد تشين اللي ما بينهم ايه 4 امينو اسيد. كده احنا خلصنا الجزء ده. طيب نتنقل لموضوع تاني. ايه هي السيل وول ده بيختلف من الجرام بوزيتيف بكتيريا عن الجرام نيجاتيف بكتيريا؟ ايه اللي بيدل الاختلاف ده وايه سبب الاختلاف ده؟ هنعرفه في الجدول الجاي ده، وده تقريبا اهم جدول عندنا في المحاضره دي، اللي هو الديفرنس ما بين الجرام بوزيتيف سيل وول والجرام نيجاتيف سيل وول. الجرام بوزيتيف سيل وول ليه كاركترز والجرام نيجاتيف سيل وول ليه كاركترز ثانيه. طيب ايه اللي بيكون السيل وول عندنا؟ قلنا الجزء البيبتيدوجلايكان. طيب واحنا بنقول بقى الفرق ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، وانا بشرح لكم في المحاضره اللي فاتت على حسب الستين، تمام؟ قلت لك الجرام بوزيتيف ده واحد بوزيتيف بياخد الميثايل فايولوت ما بيسيبوش ابدا. طيب ليه؟ لان المسام بينه ضيقه. طب المسام بينه ضيقه ليه؟ لانه سك في الاستراكشر بتاعه سك جدا، سميك، بيتكون تقريبا السيل وول بتتكون من 40 طبقه، فتقريبا لو افترضنا ان ده كله سيل وول، تمام، فتقريبا نصه تقريبا هتلاقيه بيبتيدوجلايكان، النص تقريبا هتلاقيه بيبتيدوجلايكان. يبقى بيبتيدوجلايكان بيكون 50% من الشيتس، 50% من الشيتس ديت بتاعت السيل وول كامل بيبتيدوجلايكان. طيب هنا قلت لك لا، ده الجرام نيجاتيف ده واحد نيجاتيف واحد سلبي، فبالتالي اديله ميثايل فايولوت يديله اللون الفايولوت هياخده. طب اديله الكربولفيزين هياخده برضه. ليه؟ لان المسام بينه وبين بعضها واسعه. لما تكون المسام واسعه نظرا لذلك، ليه؟ لان البيبتيدوجلايكان اللي بيكون الصلابه بتاعته قليل فيه. ليه؟ بيقول لك بيبقى طبقه او اتنين. يعني لو افترضنا ان ده كله سيل وول، لو افترضنا ده كله سيل وول هيكون طبقه او اتنين منه هيبقى جواهم بيبتيدوجلايكان. طيب يبقى دلوقتي ده سيك في الاستراكشر بتاعه، ده سين في الاستراكشر بتاعه في الجرام نيجاتيف. طيب ده بيمثل 5 ل 10% من السيل وول، انما بيمثل نص السيل وول تقريبا 50%. طيب ننتقل للجزء الثاني بقى اللي هو سبيشال كومبوننت. ايه هو بقى؟ طب البيبتيدوجلايكان ده بتتكون من ايه اصلا؟ بتتكون من ايه؟ ايه هو السبيشال كومبوننت اللي موجوده جوه السيل وول؟ السيل وول جوه سبيشال كومبوننت، ايه هي بقى؟ تختلف من الجرام بوزيتيف طبعا عن الجرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف هنقول كلمتين فيهم، الجرام نيجاتيف هتلاقي زي ما انت شايف كده حاجات كتير قوي. طيب ناخدهم بقى على الرسمه ونشوف. والسؤال ده انا قايل لك سؤال الكومباريزون او سؤال المقارنه ده جه قبل كده في 2016 و2018 في النظام الجديد بتاعكم. طيب 2016 ده كان نظام قديم اللي هي دفعتي تقريبا، دفعتي و2018 ده اللي هو النظام الجديد بتاعكم، اول سنه للنظام الجديد. ناخدهم بقى على الرسمه وبعدين نشوف الجزء الكلام اللي احنا كاتبينه ده. ادي الرسمه يا سيدي، ادي الجرام بوزيتيف اهيت وادي الجرام نيجاتيف اهي. طيب ناخدهم واحده بواحده. ادي جزء البيبتيدوجلايكان، جزء السيل وول اهو، وتحت السيل وول انت عارف ان موجود سيل ممبرين، ادي السيل ممبرين اهو. طيب ماشي، السيل ممبرين مالناش علاقه بيه، اللي بيتكون من حاجه اسمها فوسفوليبيد بايلير، فوسفوليبيد من فوق من هنا وفوسفوليبيد من تحت، والاثنين بايلير يعني من ناحيتين. طيب يا سيدي ماشي. الجزء بقى السيل وول او الجزء اللي احنا عايزين نشرحه هو جزء السيل وول. طب السيل وول ده بيتكون من ايه؟ من جزئين، جزء اسمه بولي ساكرايد، كل ده اسمه بولي ساكرايد، بولي ساكرايد، بولي ساكرايد، تمام، اللي هو الجلوكوزامين والميرميك اسيد، وبينهم اعمده طويله كده اسمها التيكويك اسيد، تيكويك اسيد، تيكويك اسيد. يبقى الجزء اللي فوق بيتكون من جزئين، جزء اسمه تيكويك اسيد وجزء اسمه ايه؟ بولي ساكرايد. ده الاستراكشر بتاع البيبتيدوجلايكان في جرام بوزيتيف بكتيريا. يعني احنا لو جينا دلوقتي نقول الجرام بوزيتيف بكتيريا، عايز اقول لك معلومه برده على التيكويك اسيد. يبقى الجرام بوزيتيف بكتيريا بولي ساكرايد وتيكويك اسيد. ايه هو التيكويك اسيد ده؟ ده اسيد. طيب وظيفته ايه؟ وظيفته بيقول لك بيشتغل كانتيجين. يعني ايه انتيجين بقى؟ انتيجين ده ادي يا سيدي، لو افترضنا دي بكتيريا، ده السيل وول بتاعها. طيب السيل وول ده
لو هي دخلت الجسم اللي يقابلها انتي بودي عشان يمسك فيها. طيب الانتي بودي عشان يمسك فيها هيمسك في الجزء ان هو هيمسك في اكتر جزء طالع بره، يبقى الجزء اللي طالع بره هو ايه؟ الجزء اللي طالع بره هنا هو التيكويك اسيد. فالتيكويك اسيد ده بنعتبره انتيجين. انتيجين اي جي ديت اختصار انتيجين. اي جي اختصار انتيجين. يبقى الانتيجين ده هو اكتر الجزء اللي بيستحث المناعه عندي اسمه انتيجين. هناخده في المناعه في الترم الثاني ان شاء الله بالتفصيل. الانتيجين تعرف عنه كده اللي هو الجزء اللي بيستحث المناعه اسمه انتيجين. يبقى دلوقتي الانتي بودي لما يجي هيقابل ايه بره خالص؟ يبقى التيكويك اسيد. طب احنا لو قلنا في الجرام نيجاتيف بكتيريا، ايه هو الانتيجين عندي؟ الانتيجين هو الجزء اللي بره خالص ده. الجزء اللي بره خالص ده اسمه او انتيجين. يبقى الجزء الخارجي خالص اسمه او انتيجين. طيب. طيب يا سيدي، يبقى ده بقى دلوقتي خدنا جزء الجرام بوزيتيف بكتيريا. طب الجرام نيجاتيف، الجرام نيجاتيف والله جينا نشوفها لقيناها الجزء الطبقه اللي فيها بيبتيدوجلايكان قليل قوي. طيب جزء البيبتيدوجلايكان قليل، امال ايه اللي بيكون السيل وول اصلا؟ اللي بيكون السيل وول هو الاجزاء الخارجيه دي. لقينا جزء هنا تمام شبه الجزء اللي تحت ده. الجزء اللي تحت ده احنا قلنا عليه ايه؟ اسمه بلازما ممبرين. لما جينا لقينا ده شبه ده سميناه زيه بممبرين برضه، تمام، بس سمينا ده عشان بره اوتر ممبرين وسمينا اللي جوه ده انر ممبرين. يبقى الوقت عندنا اوتر ممبرين وانر ممبرين. طيب عندنا جزء تاني، الاوتر ممبرين بقى بيتكون من ايه؟ الاوتر ممبرين هو كل جزء ده. الاوتر ممبرين الاستراكشر بتاعه اسمه لايبو بولي ساكرايد. لايبو بولي ساكرايد. طيب اللايبوبوليساكرايد ده متقسم، يا عم متقسم عندي. يبقى دلوقتي الجزء بتاع الجرام نيجاتيف بيتكون من ايه؟ من اوتر ممبرين وانر ممبرين وبينهم سبيس كده. السبيس اللي ما بينهم سميناه بري يعني حوله، بلازميك لانه بيتكون من سيتوبلازميك ممبرين، وسبيس لانه مسافه ما بين الاثنين كده اسمها بري بلازميك سبيس. طيب ماشي. يبقى الوقت عندنا اللايبوبوليساكرايد ده بتتكون من ايه بقى؟ جزء اللايبوبوليساكرايد ثلاث اجزاء عندك اهو. يبقى اللايبوبوليساكرايد اهوت ادي جزء وده التاني. تمام. تمام. طيب يا سيدي اللايبوبوليساكرايد واللايبوبوليساكرايد ده بتتكون من ثلاث اجزاء. الجزء اللي فوق خالص سميناه انتيجين، ليه؟ لان هو اللي بيواجه البكتيريا. والجزء اللي تحت هو جزء الليبيد ايه، والجزء اللي ما بينهم اسمه جزء الكور او الجزء اللي في المنتصف اسمه بوليساكرايد وخلاص. تمام. يبقى دلوقتي عندي او انتيجين فوق وفي تحت ليبيد ايه وفي النص ما بينهم بوليساكرايد. تعال نقرا الكلام ده ونشوفه على الرسمه تاني. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده ان شاء الله. طيب يا سيدي ادي قلت لك احنا خلصنا من جزء البيبتيدوجلايكان اللي في الاول ده. تمام. تمام. السبيشال كومبوننت قلت لك في حاله ال في حاله الجرام بوزيتيف بنتكويك اسيد، وده قلنا اللي بينتشر بره عشان كده سميناه انتيجين. تمام. بيتكون من ريبيتول او جليسرول، مش مهم تعرفها عادي. تمام. والجزء اللي تحت الجزء اللي بيكون اللي هو بالعرض ده اسمه بولي ساكرايد. طيب هنا قلنا بيتكون من اوتر ممبرين، تمام، وبيري بلازميك سبيس. قلنا الاوتر ممبرين من جوه من تحت خالص بيشبه السيل ممبرين بتاعنا. يبقى السيل ممبرين بتاعنا يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه لايبوبروتين. هناخدها في تركيب السيل ممبرين دلوقتي. تمام. والجزء المين فيه اسمه لايبوبوليساكرايد. اللايبوبوليساكرايد لو من فوق من فوق اسميه بوليساكرايد، والبوليساكرايد يفتح من فوق على اسمه السوماتيك انتيجين. يبقى اسمه من فوق ايه؟ الجزء اللي فوق لو احنا قسمناه ثلاث اجزاء زي ما انت شايف كده، ثلاث اجزاء اهوت. الجزء اللي تحت خالص يبقى اسمه ايه؟ ليبيد ايه. طيب الجزء اللي فوق يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه انتيجين. والانتيجين هم بيسموه كله على بعضه كده جزء البوليساكرايد، الجزء اللي فوق ده. بس هو لو اي كتاب نضيف هتلاقي ده اسمه بوليساكرايد اسمه كور. تمام. وده الجزء اللي فوق خالص اسمه جزء الانتيجين، تمام، او اسمه السوماتيك انتيجين. والجزء اللي تحت خالص اسمه ليبيد ايه. ما تنساش جزء الليبيد ايه ده، لان الليبيد ايه ده بيسمى عندي اندوتوكسين. يعني ايه توكسين اصلا؟ توكسين يعني سم، من الاخر كده ده السم بتاع الخليه، بس السم اللي جوه الخليه ذات نفسها اسمه اندوتوكسين. ليه اسمه اندوتوكسين؟ اندوتوكسين لانه لما بيحصل للخليه رابشر، لو الخليه دي فرقعت، تمام، السيل وول هيطلع كل المحتويات اللي جواه. فمن ضمن المحتويات دي هيبقى جزء الليبيد ايه ده. جزء الليبيد ايه. طب جزء الليبيد ايه ده هيبقى وظيفته ايه يا سيدي؟ جزء الليبيد ايه ده لما يطلع هيبقى وظيفته، اكتب ورايا، جزء الليبيد ايه وظيفته ثلاث حاجات. الليبيد ايه
وظيفته 3 حاجات. اول حاجه بيعمل فيفر يعني ارتفاع في درجه الحراره. تاني حاجه بيعمل لك شوك. تمام، دول اللي مطالبين ان انت تعرف. فيفر وشوك. العيان يغمى، شوك دي يعني العيان يغمى عليه، هيحصل له هايبوتنشن وشوك. هايبوتنشن اللي هو ضغطه يوطى، وشوك اللي هو يغمى عليه. يبقى الليبيد ايه ده بيطلع في حاله ايه؟ في حاله لو البكتيريا حصل لها رابشر، فرقعت البكتيريا. لو فرقعت السيل وول اللي جواها يطلع المحتويات اللي جواها. من ضمن المحتويات دي حاجه اسمها الليبيد ايه. الليبيد ايه بيعمل 3 حاجات: فيفر وشوك. تمام، دول اللي مطالب ان انت تعرفه. يبقى الوقت لو قارنا بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف في شكل سريع كده، يبقى عشان نخلص الجزء ده، يبقى الوقت الفرق ما بين الجرام بوزيتيف ده سك في الاستراكشر قلنا 50 شيت، عشان كده يبقى بوزيتيف فيبقى مسيل فيولوت فقط. انما ده 40 شيت يبقى 50% من الوول. ده قلنا ده 1 و2 شيت يبقى 5 ل 10% من الوول. ده تيكويك اسيد، ده جزء التيكويك اسيد. تمام، ده جزء بيتكون من تيكويك اسيد وبوليساكرايد. قلنا التيكويك اسيد بنسميه الانتيجين. ليه؟ لانه بيطلع بره. طيب، انما ده جزء الاوتر، ده بيتكون من 3 حاجات. ده بيتكون من حاجتين رئيسيتين. تمام، الجزء اللي بره خالص اسمه اوتر ممبرين، والجزء اللي جوه اسمه بيري بلازميك سبيس، وبعد كده عندنا السيتوبلازميك ممبرين. يبقى البيري بلازميك سبيس ده من الرسمه موجود ما بين ايه وايه؟ ما بين الاثنين ممبرين، ما بين السيتوبلازميك ممبرين، ما بين السيتوبلازميك ممبرين اللي هو الممبرين بتاع الخليه، والاوتر ممبرين اللي احنا اطلقنا عليه بره. طيب، وظيفه البيري بلازميك سبيس ده ايه بقى؟ وظيفه البيري بلازميك سبيس اللي هو جواه هيدروليتيك انزيم وحاجه اسمها بنسلينيز. ايه هي الهيدروليتيك انزيم والبنسلينيز دول؟ البنسلينيز دول تسمع عن حاجه اسمها ريزيستنت للبكتيريا او مقاومه البكتيريا للانتيبيوتيك. ريزيستنت للانتيبيوتيك يعني مقاومه البكتيريا للانتيبيوتيك. يعني ايه مقاومه البكتيريا للانتيبيوتيك؟ يبقى انا لو انا عندي انتيبيوتيك اهوت انا بديه. تمام، انتيبيوتيك اسمه بنسلين مثلا، يطلع له انزيم اسمه البنسلينيز، يطلع من البيري بلازميك سبيس. لما البنسلينيز يطلع للانتيبيوتيك ده يدمر لي الانتيبيوتيك، فالانتيبيوتيك او المضاد الحيوي ما يعملش الشغل بتاعه، يبقى انا كده دمرته. فيقول لك في سؤال كده، سؤال جه قبل كده في الامتحان. تمام، يقول لك الجزء المسؤول، جزء من الاستراكشر بتاع الخليه مسؤول عن الريزيستنت بتاع البكتيريا للانتيبيوتيك. تقوم قايل له البيري بلازميك سبيس. ليه؟ لان جواه البنسلينيز اللي بيطلع يدمر لي الانتيبيوتيك اللي عندي ده. طيب يا سيدي، البنسلينيز ليه؟ لانه بيطلع يدمر الانتيبيوتيك اللي اسمه البنسلين. طيب، ده الجزء اللي مسؤول. او ممكن يجيبها لك بشكل تاني، يقوم قايل لك ايه الجزء اللي مسؤول من الاستراكشر، تقوم قايل له ايه بقى؟ تقوم قايل له جزء السيل وول. ليه؟ لان السيل وول من ضمن محتوياته البيري بلازميك سبيس. طيب يا سيدي، كده احنا خلصنا من الجزء ده. يبقى احنا دلوقتي الاوتر ممبرين لايبوبروتين من جوه ولايبوبوليساكرايد. اللايبوبوليساكرايد جزئين، ليبيد ايه ده موجود جوه خالص جوه الاستراكشر من جوه، وجزء البوليساكرايد ده موجود بره خالص. طيب، كده احنا خلصنا الجزء ده، نتنقل على جزء تاني. طيب، كده احنا خلصنا الجزء ده. طيب، الرسمه دي لازمتها ايه؟ ده بقول لك في الجرام بوزيتيف اهو، ده بقول لك ده في الجرام بوزيتيف، ده 50% من السيل وول بتاعك بيبتدوا جلايكان، انما ده من 5 ل 10% بيبتدوا جلايكان. والجزء اللي بره اسمه اوتر بروتين، اوتر ممبرين. الاوتر ممبرين ده بيتكون من لايبوبروتين تحت، ده الجزء كله اسمه الجزء ده كله اسمه لايبوبروتين، والجزء اسمه اللي فوق اسمه لايبوبوليساكرايد. لايبوبوليساكرايد من بره، اسمه جزء الاو انتيجين، ومن جوه اسمه الليبيد اي. طيب يا سيدي، والليبيد ايه قلنا الجزء المسؤول عن الاندوتوكسين. طيب، الرسمه اللي تحت خالص دي. طيب هنا يا سيدي البيري بلازميك سبيس، البيري بلازميك سبيس قلنا ما بين ايه وايه؟ بيختلف من جرام بوزيتيف لجرام نيجاتيف. من جرام بوزيتيف لو الشكل كده، لو انت جبت الشكل اللي فوق هيقوم قايل لك بتتكون من بيبتيدو جلايكان وبعدين بري بلازميك سبيس وبعدين بلازما ممبرين، مفيش حاجه ما بينهم. طيب، الجرام نيجاتيف، لا، ده انت هتلاقي في الجرام نيجاتيف بلاوي. هتلاقي في الاول في الجرام نيجاتيف خالص في بره خالص اوتر ممبرين، في بره خالص اوتر ممبرين.
من بره خالص عندك اهوت اوتر ممبرين. طب بعد الاوتر ممبرين عندك بيري بلازميك سبيس، بعدين جزء البيبتيدوجلايكان الصغير اللي هو من 5 ل 10% ده، بعدين بيتكمل تاني بالبيري بلازميك سبيس، بعدين بتطلع تحت خالص اللي هو البلازما ممبرين او الانر ممبرين. يبقى الوقت البيري بلازميك سبيس في الجرام نيجاتيف ما بين ايه وايه؟ ما بين الاوتر ممبرين تمام والانر ممبرين. طيب تمام قوي. انما البيري بلازميك سبيس في الجرام بوزيتيف وده انت ما بتسالش عليه ما بين البيبتيدوجلايكان وما بين البلازما ممبرين. طيب وضحت الحته دي. ندخل على الجزء بتاعنا بقى اللي هو جزء ايه الفانكشن بقى. ايه وظيفه بقى عندي السيل وول ده؟ وظيفته ايه السيل وول ده؟ من اللي انا قلته لك المفروض انت تستنتج الوظيفه بتاعته. الوظيفه بتاعته إيه؟ سؤال جه سؤال نظري قبل كده 2015 زي ما مكتوب لك اهو. طيب الوظيفه بتاعته ايه بقى؟ الوظيفه بتاعته انا مجمعها بكلمه باست، BAST ماضي. طيب البي اول بي في باست بيقول لك بيعمل بريزرفيشن للشيب بتاع السيل. يبقى هو بما انه بيديلي الريجيديتي بتاع الخليه يبقى هو هيعمل بريزرفيشن او هيحافظ على الشكل بتاع الخليه. ده اول جزء عندي. تاني حاجه وظيفته البروتكشن. ليه بروتكشن؟ اللي قلت لك بروتكشن من الهاي اوزموتيك بريشر. يعني ايه الهاي انترنال اوزموتيك بريشر ديت؟ الانترنال اوزموتيك بريشر لو الجزء اللي جوه لو الاوزموتيك بريشر، يعني ده الخاصيه الاسموزيه. الخاصيه الاسموزيه قلت لك كانت عندك في الثانوي لو انت عندك جزء املاح جوه البكتيريا بشكل كبير املاح، فالاملاح ديت هتضطر تشد ميه من بره تمام. بس الاملاح دي تيجي تشد ميه من بره تلاقي البروتكشن اللي عندنا من السيل وول، لما البروتكشن اللي عندنا من السيل وول تقابل الاملاح ديت ما تعرفش الاملاح دي تتشد لجوه، فبالتالي بيحميها من الانترنال اوزموتيك بريشر. طيب لو الميه اللي جوه اللي بره دي دخلت جوه قلنا هتعمل رابشر للخليه، فالخليه هترابشر تمام. فده الجزء الثاني اللي هو بيدي بروتكشن للخليه. ثالث حاجه بقول لك انتيجينيك كاركتر. انتيجينيك بتختلف من الجرام بوزيتيف عن الجرام نيجاتيف. قلت لك الجرام بوزيتيف بتدي الانتيجين بتاعها اسمه تيكويك اسيد، امال في الجرام نيجاتيف الانتيجين بتاعها اسمه سوماتيك انتيجين، هو جزء البوليساكرايد. ده موجودين في الرسم عندك فوق. طيب جزء الاس اللي هو السيل وول هو اللي بيحصل له ستيننج عندنا، هو اللي احنا بنصبغه عندنا. الصبغه بتاع الجرام بوزيتيف كانت بتصبغ السيل وول، عشان كده السيل وول المسام ضيقه اللي هو الجرام بوزيتيف يبقى ياخد الجرام، يبقى جرام بوزيتيف اللي مسامه ضيقه عشان ما ياخدش الا المسائل فايولت فقط. انما الجزء اللي جرام نيجاتيف ما بياخدش الا بياخد اي صبغه تديها له سواء جرام بوزيتيف او سواء كانت ميثايل فايولت او كاربول فيوزين، فبيظهر باللون البينك زي ما احنا قلنا. طيب حرف التي عندنا اللي هو التوكسيسيتي. يعني ايه توكسيسيتي بقى؟ قلت لك جزء الليبيد ايه ده اسمه اندوتوكسين، فالاندوتوكسين لما بيطلع عندي بيعمل فيفر وبيعمل شوك والعيان يغمى عليه. طيب يا سيدي جزء السيل وول اللي بعدي اخر حته عندنا هو التارجت بتاع الاكشن بتاع الانتي بايوتيك. يعني ايه بقى التارجت بتاع الاكشن بتاع الانتي بايوتيك؟ انا عندي اهوت السيل وول، انا لما اجي اعمل انتي بايوتيك مضاد حيوي عندي بره اعمله على ايه؟ هعمله ممكن يهاجم لي السيل وول ده، يهاجم السيل وول يدمره تمام. يبقى احنا دلوقتي لو بنعمل حاجه زي البنسلين مثلا تمام، هعملها تهاجم السيل وول فتدمر لي السيل وول. لو السيل وول بتاع البكتيريا اتدمر يعتبر البكتيريا كده اتدمرت. ليه؟ لان الاوزموتيك بريشر الميه هتدخل الخليه البكتيريا اللي عندي والبكتيريا هتربشر وهنخلص على البكتيريا خالص. طيب تمام. يبقى دلوقتي التارجت بتاع الانتي بايوتيك ممكن اوجهه ناحيه السيل وول، يبقى ده جزء من التارجت بتاع الانتي بايوتيك. في انتي بايوتيك تاني ممكن اديه يهاجم الريبوسوم اللي جوه الخليه، فبالتالي يدمر لي البروتينات، الخليه ما تعرفش تكون بروتين، فالخليه كده البكتيريا كده هتتدمر عندي تمام. يبقى ده جزء الفانكشن بتاعتي متجمعه بكلمه باست. اول كلمه عندي بريزرفيشن للشيب، عشان لو جه سؤال تفتكر كلمه باست يبقى اول كلمه بريزرفيشن للشيب. تاني حاجه بروتكشن. تالت حاجه انتيجينيك بارت سواء جرام بوزيتيف يبقى التوكويك اسيد، سواء جرام نيجاتيف يبقى السوماتيك او انتيجين هو البوليساكرايد تمام. الجزء الرابع اللي عندي هي بتدي ستيننج، الستين بديها على السيل وول تمام. الجزء الخامس اللي عندي حرف التي بدي توكسيستي لان الليبيد ايه مسؤول عن الفيفر والشوك تمام. والجزء الاخير عندي هي تارجت لبعض المضادات الحيويه زي البنسلين. طيب عندك جزء ان بي تحت كده بقول لك عندنا بعض الانزيمات بتخرج من الجسم بتاعنا. الجسم بتاعنا بيطلع انزيمات اسمها لايزوزايم، من اسمها كده زايم اللي في الاخر ديت يعني لايسس جايه من كلمه تحلل، وزايم ديت اختصار لكلمه انزيم تمام. فبالتالي هي الانزيمات بتحلل جزء البيبتيدوجلايكان تمام، بتهيدرولايز البيبتيدوجلايكان تمام. فبالتالي
موجوده فين، وهقول لك وظيفتها بعد شويه. موجوده فين؟ موجوده في التيرز اللي هي الدموع، موجوده في السلايفا اللي هو اللي بتطلع من البق ديت، الجزء اللي بيطلع من البق اسمه السلايفا. النيزل سكريشن، الافرازات اللي بتفرز عن طريق الانف اسمها نيزل سكريشن. طيب دي وظيفتها ايه بقى؟ وظيفتها البكتيريا ما تقدرش تخش في الاماكن دي. ليه؟ لان لو بكتيريا خشت في الاماكن ديت الجسم هيطلع اللايزوزايم اللي عندي دي. طب اللايزوزايم اللي عندي هتهاجم ايه؟ تهاجم السيل وول، تدمر لي السيل وول، فبالتالي البكتيريا اللي عندي راحت. فبالتالي ما تلاقيش بكتيريا بتهاجم العين، ما بتلاقيش بكتيريا بتهاجم العين ليها بيبتيدوجلايكان، لها سيل وول. امال البكتيريا الوحيده اللي تهاجم العين اسمها ايه؟ اسمها مايكوبلازما. تمام. اسمها المايكوبلازما ممكن تهاجم العين ليه؟ لان ما عندهاش سيل وول. تمام. انما الانزيمات اللي بتطلع من العين ديت بتهاجم السيل وول وتدمره. طيب يا رب تكون المعلومه دي كمان وصلت. طيب يبقى اللايزوزايم دي جزء من الجسم بيطلعه للدفاع عن النفس عشان يموت لي البكتيريا اللي عندي. طيب كده احنا خلصنا جزء السيل وول، ندخل في الجزء اللي بعده اللي هو جزء السيل ممبرين. الكاركترز بتاعته انا المفروض ما اقولهاش بقى. طب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده سين الاستيك ممبرين بس رفيع شويه. ليه رفيع؟ وبقول لك موجود اندر السيل وول وتحته السيل ممبرين زي ما رسمنا في حاجات تانية قبل كده. طب الاستراكشر بتاعه اسمه لايبو بروتين بيتكون من ليبيد وبيتكون من بروتين. طب الليبيد، جزء الليبيد اللي فيه هتاخد الكلام ده طبعا في الهيستولوجي بالتفصيل. جزء الليبيد اللي فيه جزء كده، تمام، والجزء تحت كده، وفي بين الجزء ده والجزء ده قنوات كده اسمها البورينز. تمام. طيب الجزء ده ده ليبيد وده ليبيد، بسميناها فوسفوليبيد مجالي وفوسفوليبيد مجالي، يبقى 2 فوسفوليبيد وبينهم بروتين. تمام. فسميناها على بعض كده اللايبو بروتين، ليبيد وبروتينز يعني. طيب يا سيدي، بقول لك البروكاريوت ما عندهاش ستيرول في السيل ممبرين. ليه؟ ما عدا الميكوبلازما. انا قايل لك المعلومه ديت المره اللي فاتت عشان قلت لك السيل وول بيعمل لها بروتكشن، فبالتالي احنا مش محتاجين الستيرول عشان تعمل لها بروتكشن. ما عدا الميكوبلازما. ليه؟ لان الميكوبلازما ما عندهاش سيل وول اصلا. طيب دي برضو معلومه كويسه. ندخل على الجزء اللي بعد كده. الجزء اللي بعد كده هو الجزء الفانكشن بتاعه السيل وول. الفانكشن بتاع السيل وول ده بيعمل لي ايه بقى؟ جات امتحان قبل كده برضه، نركز فيه. انا عامل لك لها تحشه برضه، ما تقلقش خالص. طيب الفانكشن بتاع السيل وول ده قلت لك في جزء، وانا بشرح لك دلوقتي الحاجات بتاعته. هو عامل كده مثلا، تمام، في قنوات هنا. القنوات دي اسمها البورينز. القنوات ديت بتسمح بالترانسبورت، بتسمح بانتقال المواد. الانتقال المواد دي ممكن تبقى عشان خدمه البكتيريا، تنقل لي الويست اللي هي المخلفات اللي بتطلع من البكتيريا لبره، تمام، وتنقل لي النيوتريشن او الغذاء اللي البكتيريا عايزاه لجوه. فبالتالي البورينز دي برضه لها وظيفه. فبالتالي اول وظيفه عندنا ليه السيل ممبرين اللي عندنا او السيتوبلازميك برين، وظيفته الترانسبورت، او في معنى اخر اسمه البرميابيليتي او النفاذيه. يبقى الترانسبورت او البرميابيليتي. الترانسبورت بيحصل عندنا بثلاث طرق هتاخدهم في الفسيولوجي ان شاء الله. تمام. اول حاجه خالص اسمها سيمبل ديفيوجن او سيمبل ترانسبورت. سيمبل ترانسبورت يعني النقل بدون احتياج طاقه، بدون احتاج اي حاجه، ما نحتاجش طاقه خالص. طب والطريقه الثانيه اسمه فاسيليتيتد ديفيوجن. الفاسيليتيتد ديفيوجن ده بيحتاج كارير، ناقل ينقله من حته للثانيه. طيب والجزء الاخير عندي اسمه اكتيف ترانسبورت. والاكتيف ترانسبورت عايزك تركز عليه خالص، هو اخر حاجه هو الاكتيف ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت بيحتاج طاقه. يبقى دلوقتي السيل ممبرين ده لما بيجي ينقل عندنا بينقل بثلاث حاجات. اول حاجه سيمبل ديفيوجن، تاني حاجه اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن، الثالثه اسمها اكتيف ديفيوجن او بتحتاج طاقه، اللي هي الطاقه عندي بتتمثل في جزء الاي تي بي. تمام، اي تي بي. طيب يا سيدي، ماشي. يبقى دلوقتي اول حاجه يبقى احنا عندنا بيعمل ترانسبورت، ده جزء اول حاجه. طب اخر كلمه قلناها في ترانسبورت اكتف، يبقى احنا دلوقتي السيل ممبرين ده عندنا واحد اكتف، فالاكتف ده هيضطر يصنع طاقه. اكتف عشان يصنع طاقه اللي هي الانرجي برودكشن. يبقى اقول لك عندنا جزء اسمه الالكترون ترانسبورت والاكسيديتيف فوسفوريليشن. يعني ايه؟ ما يشغلكش، ده جزء في البايو ما يشغلكش خالص. اللي يهمني هنا ده جزء الترانسبورت اخته اكتف. تمام. يبقى السيل ممبرين عندنا ده واحد اكتف عشان يصنع طاقه، فبالتالي يستخدم في صناعه الانرجي برودكشن. طيب الانرجي برودكشن بالاخص مش جزء السيل ممبرين، ده جزء الميزوزوم.
بس الميزوزوم طبعا عندنا جزء من السيل ممبرين هو مش قايل لك اي معلومات عنه، فانا بقولها لك معلومه زياده ليك انت. هو جزء الميزوزوم اللي بيصنع مش جزء السيل ممبرين. بس طبعا بما ان الميزوزوم جزء من السيل ممبرين فما يشغلنيش، هو انرجي برودكشن وخلاص. طيب لما يبقى عندك واحد اكتف بيصنع طاقه ليه؟ عشان يبني بيت. ايه هو البيت اللي عندنا؟ البيت هو الجزء اللي موجود بره هنا. طب الجزء اللي موجود بره هنا هو ايه؟ هو جزء السيل وول. يبقى جزء السيل وول بره هو الوول، هو البيت بتاعنا. عشان يبني بيت يبقى البيت بايوسينسز او صناعه السيل وول. يبقى الوقت له بايوسينستيك فانكشن. ليه؟ لانه بيحمل انزيمات. الانزيمات دي مسؤوله عن تصنيع السيل وول. طيب يا سيدي، طيب لما بتبني بيت، تمام، بتبقى بتبني بيت عشان تخلف ولاد. طيب تخلف ولاد، الولاد اللي انت بتخلفهم دول يعمل تضاعف. تمام. يخلف ولاد يعمل تضاعف، يحصل ما بين الولاد دولت وبين بعض شد وجذب، بيعمل تضاعف. هو مسؤول برضو عن عمليه الريبليكيشن. وانا بستعرض وانا بقول لك المره اللي فاتت ازاي البكتيريا بتعمل ريبليكيشن بالباينري فيجن. يبقى احنا عندنا بكتيريا اهيت يحصل لها تضاعف بالباينري فيجن. السيل وول ده، السيل ممبرين بيدخل لجوه لما بيعمل يحصل له انفاجينيشن لجوه كده، بيعمل لي سيبتم ما بين الاثنين. يبقى السيبتم ما بين الاثنين ده، السيبتم ما بين او الحاجز ما بين الاثنين يقسم لي البكتيريا، ده تبقى بكتيريا والعمليه دي برضو تبقى بكتيريا زيها. يبقى احنا عندنا دلوقتي بكتيريتين. يبقى هو دلوقتي بيستخدم في صناعه في الريبليكيشن. تمام. لما يخلف ولاد يحصل ما بينهم شد وجذب. يعني ايه شد وجذب؟ شد وجذب اسمها عندنا كيمو تاكتيك فانكشن، اللي هي اسمها شد وجذب. طيب الكيمو تاكتيك فانكشن عن طريق السيل ممبرين. السيل ممبرين عليه حاجه اسمها ريسبتورز هنا كده، تمام. الريسبتورز اللي عندنا بره خالص ديت جزء اسمه بايندنج وجزء اسمه ريبلنت. يبقى انا دلوقتي لو عايز ادخل النيوتريشن او التغذيه لجوه الخليه، امسك في جزء البايندنج ده، امسك في الريسبتور البايندنج ده وادخلها لجوه. طب انا لو عايز اترك ويست من بره، ويست من جوه الخليه لبره، امسك في الجزء اللي ده، في الجزء بتاع الريبلنت ده او الطارد ده. ريبلنت يعني طارد، تمام، واطرده لبره الخليه، بره البكتيريا اللي عندنا. يبقى دلوقتي عشان في الاخر اي حد بيحصل بينه شد وجذب، عشان في الاخر يخرجوا انزيمات اللي هو اكسكريشن اوف هيدروليتيك انزيم. تمام. فنلخص اللي احنا قلناه في جزء الفانكشن عشان مهم جه قبل كده امتحان. تمام. اول حاجه عندنا اللي هو بيحصل ترانسبورت بين الخلايا، بين النيوتريشن الى جوه البكتيريا، وبيطلع الويست بره البكتيريا. طيب يا سيدي اول جزء. طب الجزء الثاني قلت لك واحد اكتف، تمام، واحد اكتف ليه وبيعمل اكتف ترانسبورت، اكتف عشان يصنع طاقه. فالجزء الثاني في صنع طاقه اللي هو انرجي برودكشن. تمام. لما يصنع طاقه عشان يبني بيت، البيت هو السيل وول، فبيعمل بايوسينثيسيس للسيل وول. تمام. عشان يحصل في الاخر تضاعف ممكن تزود جزء الريبليكيشن، بيسهم في صناعه الريبليكيشن، في جزء الريبليكيشن بتاع تضاعف الخليه. تمام. يحصل ما بينهم شد وجذب اللي هي كيموتاكتيك فانكشن. تمام. عشان في الاخر يخرجوا انزيمات اللي هي اكسكريشن اوف هيدروليتيك انزيم. خدها كده كحكايه زي ما انا بحكيها كده عشان تعرف تكتبها في الامتحان ان شاء الله. طيب نتنقل على جزء ثاني اللي هو جزء الكبسول. جزء الكبسول عندنا قلت لك ده جزء additional structure. يعني ايه additional structure؟ يعني جزء زياده على زياده على البكتيريا. في بكتيريات عندها additional structure وفي بكتيريات ثانيه ما عندهاش. طيب يا سيدي الكبسول ده هو ايه يا سيدي بقى؟ عندنا ثلاث مصطلحات. عندنا حاجه اسمها جلايكوكاليكس، وحاجه اسمها كبسول، وحاجه اسمها سليم لاير. ايه الفرق ما بينهم؟ تعال ناخد الفرق وبعدين نعرف يعني ايه كبسول وبيستخدم في ايه، والفرق مش مهم قوي بالدرجه اللي هي يعني. طيب يا سيدي الكبسول عندنا هتلاقي ده بكتيريا اهي، تمام. هتلاقي عندنا الكبسول حاجه كده ماسكه في البكتيريا ويل ديفاين يعني انت قادر تشوفها وقادر تحدد ملامحها، بتبقى ويل ديفاين. تمام. وقادر تشوفها تحت الالكترون ميكروسكوب. اللايت ميكروسكوب ما بيقدرش يشوف الكبسول، لان الكبسول ده تقريبا بيتقاس تقريبا قطره 20 نانومتر. واللايت ميكروسكوب اللي عندكم في المعامل ده اخره يشوف مايكرومتر، اخره يشوف 250 مايكرومتر. تمام. انما النانومتر بيشوفها بالالكترون ميكروسكوب. تمام. ما بيتشافش باللايت ميكروسكوب. طيب انا هشوف يا سيدي بالالكترون ميكروسكوب، هشوف الكبسول ده ويل ديفايند، هقدر احدد ملامحه. تمام. وكلوزلي سراوند سيل يعني ماسك على السيل، قافش في السيل بالطريقه دي. تمام يا سيدي، دي اول حاجه عندنا اسمه الكبسول. طيب يعني ايه بقى
جلايكوكاليكس ويعني ايه سليم لاير. الجلايكوكاليكس ديت يا سيدي بنشوفها كده. طيب هي كده ايه بقى؟ انا مش قادر احدد ملامحها، فبالتالي هي بعيده عن السيل وول. تمام، بعيده عن السيل وول بس بتمسك بطريقه معينه كده. تمام، فبالتالي هي مش كلوزلي سراوند، هي لوزلي سراوند. لوزلي سراوند يعني بتمسك بطريقه هشه شويه، ما بتمسكش في السيل وول قوي. تمام، دي اسمها جلايكوكاليكس وبتتكون من بوليساكرايد برضه. تمام يا سيدي، بقول لك لاينج اوتسايد السيل، بتبقى اوتسايد السيل وما بقدرش احدد ملامحها فبسميها ال ديفاين. السليم لاير زيها بالظبط، زي الجلايكوكاليكس بالملي، اسمها برضو لوزلي سراوند ذا سيل. تمام، يبقى هي جلايكوكاليكس. تمام، لوزلي سراوند ذا سيل. تمام، ما بتمسكش في السيل. طيب يا سيدي، هو كاتبها لك لوحدها ليه؟ هو يا عم بتدلع عليك شويه، ايه المشكله يعني؟ يبقى انت عندك جلايكوكاليكس وكبسول وسليم لاير. تمام، الفرق ما بين الجلايكوكاليكس والسليم لاير مفيش اي فرق ما بينهم. بيقول لك ده بيبقى موجود اوتسايد ذا سيل وده بيلوز لي سراوند ذا سيل. تمام، يا احنا ممكن يبقى الفرق الطفيف ما بينهم شويه، يبقى الجلايكوكاليكس بتلاينج اوتسايد ذا سيل، بتلف حوالين السيل كلها. تمام، بتلف حوالين السيل كلها، انما السليم لاير ده ممكن يبقى موجود في منطقه صغيره كده، في منطقه صغيره ولوزلي سراوند. تمام، وما بيمسكش في السيل وول. تمام، ده الفرق ما بينهم. الفرق يهمني ولا يشغلني في اي حاجه. تمام، بس انا بقول لك عشان هو موجود في الكتاب. طيب يا سيدي، لو جيت اقول لك الكبسول بقى، الكبسول بقى هو اللي يهمني ليه؟ لان هو اللي ليه فانكشنز عندي. تمام، فهو اللي يهمني جدا. طيب الكبسول قلنا هو كده. طيب لو جينا نقول التعريف بتاعه او الكاركتر بتاعته، تمام، هيقوم قايل لك سام بكتيريا. قلت لك هو بعض البكتيريات بس، يبقى سام بكتيريا كوندنسد ويل ديفايند لاير سراوند اوتسايد السيل وول. ادي السيل وول اهوت، هو اراوند السيل وول. تمام تمام. الاستراكشر بتاعه بيتكون من بولي ساكرايد. بولي ساكرايد يعني سكريات، اما البولي بيبتايد يعني بروتين. بروتين بوليمرز اسمها بولي بيبتايد. تمام تمام. يبقى كل البكتيريات بتتكون الكبسول بتاعتها من بولي ساكرايد ما عدا بكتيريا واحده فقط اسمها الباسيلس انثراكس. تمام، يبقى دلوقتي عندنا الباسيلس انثريسيس او اسمها انثراكس. تمام، بتعمل ايه؟ بتتكون الكبسول بتاعتها من بولي بيبتايد. تمام، البولي بيبتايد اسمه بروتين بوليمرز، في معنى اخر اسمه بروتين بوليمرز يا سيدي، عشان ممكن تجي لك في الام سي كيو بروتين بوليمرز وممكن تجي لك ايه بولي بيبتايد. يبقى انت عارف الكلمتين، هو بولي بيبتايد وبروتين بوليمرز، ومكتوب جنبها ام سي كيو لانها جت قبل كده تقريبا في الام سي كيو. تمام، جت غالبا قبل كده في الام سي كيو بتاع السنين اللي فاتت. يبقى احنا دلوقتي الكبسول بيتكون من ايه؟ اوتسايد ذا سيل ويل ديفاين. تمام، بيتكون كله من بولي سكرايد سكريات. اما البولي بيبتايد يعني ايه؟ بروتينات، ما عدا واحده بس، بكتيريا واحده بتتكون من بروتينات اسمها باسيلس انثريسيس. تمام، ما تنساش الاكسبشن الكتير ديت، عشان الاكسبشن دي اللي بتيجي في الام سي كيو. طيب يا سيدي، ندخل بعد كده ازاي نعمل ديمونستريشن للكبسول، ازاي نشوف الكبسول، ازاي نشوف الكبسول ده تحت الميكروسكوب شكله عامل ازاي. الديمونستريشن بتاع الكبسول، الديمونستريشن بتاع الكبسول باربع حاجات. بنعمل ديمونستريشن او ازاي بشوف الكبسول تحت الميكروسكوب، بشوفه باربع حاجات. انت عارف ان الميكروسكوب بتاعي ان عندي الكبسول ما بتشافش باللايت ميكروسكوب، فبالتالي اول حاجه ممكن اعملها بالالكترون ميكروسكوب. ده اول حاجه. طب انا لو عايز اشوفه باللايت ميكروسكوب بتاعي العادي اللي موجود في المعمل ده، هيبان ازاي؟ هيبان يا سيدي لو انا صبغته، لو انا جبت الشريحه اهي، تمام، وصبغته بالجرام ستين اللي عندي، هيبان ازاي بالجرام ستين؟ هيبان، هشوف البكتيريا اللي عندي طبعا هتتصبغ اهي، البكتيريا هتتصبغ عندي اهي. تمام، وهشوف هالو او هاله كده، هاله مضيئه كده. الجزء ده هيبقى هاله مضيئه زي ما انت شايف كده، من هاله مضيئه اسمها هالو انستين. هو ما بيتصبغش اصلا بالجرام ستين، هو ليه سبيشال ستين بيتصبغ بيها، فهو عمره ما يتصبغ بالجرام ستين، فهيظهر تحت الميكروسكوب كهالو اراوند ذا اورجانيزم اللي هي الجرام ستين. تمام تمام. الاورجانيزم كله هيتصبغ بالجرام ستين عادي، انما ده هيظهر كمنطقه مضيئه. ده الصوره بتاعتها بالمناسبه. ده يا سيدي الاورجانيزم اللي عندي الصبغه اهو بالجرام ستين، وده ظهرت كهاله مضيئه زي ما انت شايف كده. الهاله المضيئه ديت هي الكبسول. لما بصبغه بايه؟ بالجرام ستين. يجي لك في الام سي كيو لما بصبغ الكبسول بالجرام ستين يبان كايه؟ انستيند هالو اراوند ذا اورجانيزم. تكتب الجمله دي، هي اللي هتبقى الجمله صح ان شاء الله. دي اول جمله عندنا. طيب الجمله الثانيه بيقول لك نيجاتيف ستين بالانديا انك. عندنا صبغه اسمها الانديا انك. طب الانديا انك ديت بتصبغ ايه؟
بتصبغ يا سيدي، بتصبغ يا سيدي ايه؟ بتصبغ عندنا ايه؟ بتصبغ الباك جراوند، بتصبغ الباك جراوند باللون البلاك. تمام تمام. فلما بصبغ اداه يا سيدي اهيت، اداه الشريحه اللي عندي، لما هصبغ الشريحه كلها هتتصبغ باللون الاسود. تمام تمام. الشريحه كلها هتتصبغ باللون الاسود. تمام، هتتصبغ كلها باللون الاسود، والكبسول بتاعي هيبان لي كلير، هيبان لي فاضي، حته فاضيه اصلا، حته فاضيه، فبالتالي كلير اجينست بلاك باك جراوند. طيب يا سيدي، يبقى الباك جراوند كلها بلاك. تمام، والكبسول كلير. ده اسمه ايه؟ نيجاتيف ستيننج. ليه نيجاتيف ستيننج ومش بوزيتيف ستيننج؟ لانه ما صبغش الكبسول. هيبقى بوزيتيف ستيننج ازاي؟ بوزيتيف لما يصبغ لي الكبسول، نيجاتيف لما ما قدرش يصبغ لي الكبسول. ده بالاندي انك، ما تنساش الصبغه. يبقى دلوقتي باي ديمونستريشن بالاندي انك يدي لي نيجاتيف ستيننج. يعني ايه نيجاتيف ستيننج يا دكتور؟ نيجاتيف ستيننج يعني الباك جراوند هتتصبغ بالاسود والكبسول هيبان لي كلير. طيب ممكن تصبغه باخر حاجه اسمها الالكترون ميكروسكوب. الالكترون ميكروسكوب قلنا لو شفناه تحت الالكترون ميكروسكوب هنشوف الاستراكشر بتاعه، هيتكون من بولي ساكرايد. تمام، في كل البكتيريات ما عدا الباسيلس انسيليس هنشوفها بروتين بوليمر. تمام تمام. اخر ديمونستريشن عندنا اسمه السيرولوجي. يعني ايه سيرولوجي؟ سيرولوجي يعني لو اعتبرنا الكبسول ده انتيجين، وهنعرف يعني ايه انتيجين. انتيجين يعني بيستحث المناعه. تمام، لو حطينا عليه انتي بودي، لو صنعنا انتي بودي يمسك في الكبسول، لو افترضنا ان ده الكبسول تمام، ويمسك الانتي بودي في الانتي بودي، لما يمسك في الكبسول اللي عندي ده اللي هو بنعتبره كانتيجين عندنا، يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن. او انتيجين انتي بودي رياكشن ده لما بيحصل تمام يحصل سويلنج، يحصل في الجزء ده، يحصل في جزء البكتيريا يحصل سويلنج. تمام، لما بيحصل سويلنج في البكتيريا اشوفه كويس جدا تحت الالكترون ميكروسكوب، فبالتالي انا اكون صبغته واعرف اشوفه. طيب يا سيدي، يبقى دلوقتي اربع حاجات اشوف بهم الكبسول. اول حاجه بالجرام ستين بيبان هاله مضيئه، هاله مضيئه اراوند ذا اورجانيزم. تمام تمام. بالنيجاتيف ستيننج اللي هي الاندي انك مش هتصبغ الكبسول، اما هتصبغ ايه؟ هتصبغ الباك جراوند بالاسود. طب بالالكترون ميكروسكوب، لما اشوف الالكترون ميكروسكوب هشوفه. طب بالسيرولوجي، السيرولوجي عشان اشوفه باللايت ميكروسكوب، باللايت ميكروسكوب لما بعمل السيرولوجي بتاعي او الانتيجين انتي بودي رياكشن، لما الانتيجين يرتبط مع الانتي بودي يعمل لي ايه؟ يعمل لي سويلنج رياكشن. السويلنج يعني الخليه بتكبر شويه، سويلنج يعني بتكبر شويه. لما بتكبر لما بتكبر شويه يا سيدي اقدر اشوفها تحت اللايت ميكروسكوب. طيب يا سيدي، الديمونستريشن ممكن يجي لك بالمناسبه سؤال انيوميريشن. طيب يا سيدي، بعد كده الفانكشن بتاع الكبسول. ايه بقى الفانكشنز بتاع الكبسول؟ بستخدمه في ايه الكبسول ده؟ اول حاجه انا قلتها لك يا سيدي فيريولانس فاكتور. يعني ايه فيريولانس فاكتور؟ يعني عامل شراسه موجود في بعض البكتيريات كعامل شراسه. يعني ايه فاجوسيتوز بقى؟ فاجوسيتوز انا عندنا ده يا سيدي البكتيريا اللي مضايقانا. تمام، عندنا حاجه اسمها الماكروفاج. الماكروفاج ديت اللي هي الخلايا البلعاميه الكبيره اللي كانت عندك في الثانوي. الخلايا البلعاميه الكبيره لها ريسبتورز على سطح البكتيريا او السيل وول اللي هنا. فالخلايا البلعاميه الكبيره لما بتيجي تمسك البكتيريا ديت وتلتهمها جواها، يبقى على سطحها ايه؟ يبقى على سطح السيل وول بتاعي ريسبتورز ليها او مستقبلات ليها تقدر تمسك فيها وتبلع البكتيريا دي. طب انا دلوقتي في الجزء البكتيريا ده عندها كبسول، فالكبسول اللي بره ده، الكبسول اللي موجود هنا ده مدار الوقت على الجزء بتاع السيل وول اللي عندي. طب بعد كده الخلايا البلعميه الكبيره تيجي تشوف من هنا ما تلاقيش حاجه تلتهمها، فبالتالي ما تعرفش ده كمان. فده بنسميه فيرولانس فاكتور او عامل شراسه. فبالتالي اجينست الفاجوسيتوز، اجينست ان الفاجوسيت او الخلايا البلعميه الكبيره تلتهم الموضوع ده. تمام، ليه؟ لانها بتداري الريسبتورز اللي موجوده على السيل وول، فبالتالي ما تعرفش تشوفها الفاجوسايت. بنفس الطريقه بالظبط، بنفس الاكشن بتعمل بروتكشن من حاجه اسمها البكتيريوفاج. ايه البكتيريوفاج ده؟ البكتيريوفاج ده عباره عن فيروس. تمام، اسمه فيروس ملتهم للبكتيريوفاج. اعتقد خدتوه في الثانوي، ده الفيروس الملتهم للبكتيريا. فيروس بيجي يخش جوه البكتيريا عايز يلتهمها. تمام، طب الفيروس ده المستقبلات موجوده فين؟ المستقبلات موجوده على السيل وول برضه. طب انا دريت السيل وول دلوقتي بحاجه اسمها كبسول، فبالتالي المستقبلات ده انا مش هشوفها، فبالتالي ما اقدرش ادمره. فبالتالي هو بيعمل بروتكشن للسيل وول او بيحمي البكتيريا اللي عندنا ضد البكتيريوفاج او ملتهمات البكتيريا. طيب يا سيدي، اخر حاجه عندنا انتيجينيك بارت. ليه انتيجينيك؟ لان هو الجزء اللي موجود بره خالص، هو الجزء الموجود عندي بره خالص، الجزء اللي بره خالص هو الكبسول، فبالتالي هو اللي هيحفز المناعه عندي، فسميه انتيجين. تمام تمام. دول الثلاث حاجات بتوع الفانكشن بتوع الكبسول.
نتنقل بعد كده على اخر 3 حاجات عندنا، هو الفلاجيلا والبايلي والنيوكليويد عندنا. طيب ايه الفرق الفلاجيلا والبايلي؟ انا حاططهم لك في مقارنه همت لانهم مش تقال على المعنى، وانا قلت فيهم حاجات كتير اصلا. طيب الفلاجيلا، الفرق يا سيدي ما بين الفلاجيلا، اول حاجه الفلاجيلا والبايلي هناخدهم بالمقارنه مع بعض عشان هم اصلا سهلين مش محتاجين يعني. طيب ادي يا سيدي البكتيريا، ادي السيل وول، وادي اللي تحته عرفنا ان هو ايه؟ السيل ممبرين. السيل ممبرين قلنا في جزء هنا اسمه البيزال بادي بتاع السيل ممبرين. البيزال بادي ده بيطلع منه حاجه طويله خالص كده، تمام، بنسميها فلاجيل. والسيل ممبرين بيطلع منه حاجه قصيره خالص كده وتخينه شويه، اسمها ايه؟ اسمها البايلي او الفيمبريا، في معنى اخر اسمها الفيمبريا، ده اسمها فلاجيل. طيب الفلاجيلا دي بيقول لك لونج ثريد لايك هيليكال فيلمنت. لونج ثريد لايك يعني شبه الحبل، رفيعه خالص كده، ولونج ثريد يعني طويل. طيب ديت شورت وريجيد سيرفيس ابندج، شورت وريجيد، تمام تمام، شورت قصيره اهيت وريجيد. طب دي طالعه منين؟ دي طالعه من السيل ممبرين ذات نفسه. انما دي طالعه منين؟ الفلاجيلا طالعه من حاجه اسمها، الفلاجيلا طالعه من البيزل بودي اوف سيل ممبرين. موجوده عندك برضو عشان ممكن تجي في الام سي كيو، كانت موجوده في ثالثه انما هي مش موجوده عندك، انما هو ممكن يجيبوها لك عادي، مفيش عندنا ثالثه واولى والكلام ده، تمام. يبقى طالعه من البيزل بودي بتاع السيل ممبرين. طيب الفلاجيلا دي، الفلاجيلا زي ما احنا شفناها اللي كانت طويله هنا الوقت دي، بتتكون من بروتين اسمه ايه؟ البروتين اسمه فلاجيلين من اسمها يعني، فلاجيلا اسمها فلاجيلين. طب البروتين هنا اسمه ايه؟ بايلين. طب الفلاجيلا والباي اللي بتشافوا باللايت ميكروسكوب؟ لا والله ما اقدرش اشوفهم باللايت ميكروسكوب، ليه؟ لانهم بالنانومتر، فبتشافوا اكيد اوريدي بالالكترون ميكروسكوب. طيب يا سيدي احنا خلصنا الديفينيشن والاستراكشر بتاعهم. طيب التايبس بتاعتهم بقى، التايبس بتاعتهم بتختلف، تمام، من بكتيريا للتانية. طيب التايبس بتاعتهم متجمعه تحت خالص اهي. طيب البكتيريا اللي عندي، ده بكتيريا، ده الفلاجيلا، ده بالمناسبه دي كلها الفلاجيلا، تمام تمام. الفلاجيلا اللي عندي ديت لا اما طالعه، ادي البكتيريا عندي اهي، تمام، وده الفلاجيلا طالعه منها اهي لونج ثريد لايك زي ما احنا قلنا، تمام، طالعه من، لو طالعه من بول واحده او من حته واحده وواحده بس، اسميها ايه بقى؟ اسميها عندي الفلاجيلا لها اسم تاني اسمه تريكس، تمام، اسميها مونو تريكس، اسميها مونو تريكس، تمام، مونو تريكس لو طلع من حته واحده، مونو يعني واحد وتريكس يعني فلاجيل، يعني فلاجيلايه واحده في البكتيريا دي. طب لو نمره 2 يبقى اسمها ايه؟ يبقى طالعه من كذا بكتيريا طالعين من على بول واحد برضه، تمام، اسميهم ايه؟ اسموهم انفي تريكس. انفي يعني كتير، يعني كتير طالعين من على بول واحده، تمام، كتير طالعين من على حته واحده، يبقى اسموهم انفي تريكس. الحته الثالثه اسمها ايه عندنا؟ اسمها لو في فلاجيلايه طالعه من جهه والثانيه. طيب نكمل يا دكاتره، معلش معلش على التقطيع يعني، تمام، نكمل نبدا من الاول تاني. ديت اسمها مونو تريكس. ليه مونو؟ لانها طالعه من جهه واحده بس، واحده من على جهه واحده. طيب لو كتير كده من على جهه واحده ما اسمهمش ابفي، اسمهم لوفو. لوفو لفه طالعه من جهه واحده اسمها لوفو تريكس، تمام تمام. طيب لو طالعه واحده من على كل جهه اسمها انفي تريكس. انفي يعني مختلف، اتنين زي بعض من جهتين مختلفتين، تمام، اسمهم انفي تريكس. طيب لو كل ده طالعه من كل الجهات اهيت، طالعه من كل الجهات اسمها بيري. بيري يعني حوله، يعني بتلف البكتيريا من جميع النواحي، اسمها بيري تريكس. يبقى الوقت عندنا 4 انواع. العنوان اول واحد اسمه مونوتريكس، لو طالعه واحده من جهه واحده، تمام، اسمها مونوتريكس. طب الجزء الثاني يبقى طالعه لفه من على جهه واحده، لفه يبقى لوفو تريكس، تمام. طب واحده من على كل واحده يبقى انفيتريكس. طب اخر واحده من كله محاطه بقى من كل الجوانب اسمها ايه؟ بري تريكس. طيب نطلع نقراهم فوق. يبقى مونو هي سنجل بولار فلاجيلم، تمام، من على جهه واحده، تمام تمام. لوفو يبقى لفه مالتيبل بولار فلاجيلا من على جهه واحده. طب انفي واحده وان فلاجيلا من على اتش بول، من كل بول من الاثنين. طب بري اوفر ذا انتاير سيل، يعني على كل البكتيريا من جميع النواحي. طيب يا سيدي البايلي بقى، البايلي قلنا شورت وريجيد وبتتكون من البايلين، تمام، لها اثنين بس، حاجه اسمها اورديناري بايلي وحاجه اسمها 6 بايلي. هنعرف الاثنين، هنعرف الوقت الاورديناري بايلي ديت، الاورديناري بايلي
هي اللي مسؤوله عن، مش هتيجي هنا. الاوردينري بايلي هي اللي مسؤوله عن جزء الادهيجن تمام، اللي هي بتمسك في الهوست سيل، بتمسك في الخليه اللي احنا عايزين نعمل لها انفيجن او عايزين نحتلها تمام، فسميها الهوست سيل دي في الاوردينري بايلي. امال في السكس بايلي، في السكس بايلي دي اللي هي السكس بايلي بيعمل حاجه كمان غير الاتاتشمنت، له وظيفه ثانيه اسمها كونجيوجيشن. يعني ايه كونجيوجيشن؟ كونجيوجيشن يبقى انا لو عندي بكتيريا وفي بكتيريا جنبها هي، والبكتيريا دي انت عارف ان في جواها بتاع النيوكليويد جواها هي، وجواها حاجه ثانيه اسمها بلازميد تمام. البلازميد ده ممكن ننقله، اسمه اكسترا كروموزومال ايليمنت. يعني ايه اكسترا كروموزومال؟ يعني حاجات بره غير الكروموزوم تمام. لو عايزين ننقل ده من هنا لهنا بيحصل ده عن طريق الفلاجيلا اللي اسمها السكس بايلي. السكس بايلي بتعمل قناه كده تفتح الاثنين دول على بعض، لما القناه تفتح الاثنين على بعض تلاقي البلازميد ده اتنقل من بكتيريا لبكتيريا ثانيه، يكسب البكتيريا ديت الخواص بتاعتها اللي هي ممكن مثلا ممكن تطلع توكسين، ممكن تبقى فيريولنت بطرق ثانيه، ممكن تعمل لها كبسول والكلام ده كله تمام. طيب يا سيدي، بما ان الفلاجيلا بتبقى موجوده بره خالص، فنسميها ايه؟ فنسميها انتيجينيك. يبقى الجزء اللي بعد كده اللي هو انتيجينيك بارت. يبقى دلوقتي الفانكشن بتاعتها الاوردينري بايلي بتسميها ادهيجن، طب السكس بايلي بتبقى جواها تعمل اتاتشمنت برضه، وبتعمل ايه؟ وبتعمل حاجه اسمها كونجوجيشن، وزي ما انا قلت لك كده بتنقل معلومه وراثيه من بكتيريا لبكتيريا ثانيه تمام. واخر حاجه انتيجينيك لانها بتتنقل بره. طب الفلاجيلا نفس الوضع، بما انها بره يبقى هي انتيجينيك تمام، وانت عارف ان هي اورجان اوف موتيليتي او العضو المسؤول عن الحركه، او في معنى اخر اسمها لوكو موشن. طيب يا سيدي، في بعد كده ده الجزء التايبس والفانكشن، جم قبل كده سؤال نظري قبل كده في 2014. طيب يا سيدي، بعد كده يا سيدي نتنقل لجزء اللي هو بقى بيفسر لك، بيقول لك ايه فرق اختلاف البايلي عن الفلاجيلا. ده انت عارفهم، ممكن تقراهم مع نفسك او انا ممكن اقولهم لك على السريع برضه. بقول لك يا سيدي البايلي بتختلف عن الفلاجيلا تمام. بتبقى موجوده البايلي، بتبقى موجوده في موتايل او نون موتايل مش هتفرق تمام. مور نيومرس ليه؟ انت عارف انها صغيره تمام، قليله، فبالتالي هي شورت بس كتيره شويه، بس هي كتيره اكتر من الفلاجيلا تمام. انما الفلاجيلا تبقى موجوده واحد لفه على جهه واحده، لا اما اتنين واحده من كل جهه، الكلام ده تمام. شورتر، انت عارف انها شورتر تمام. ليس ستريت يعني مش ليس ستريت، انما الفلاجيلا سبايرال يعني حلزونيه. ليس ستريت يعني مش حلزونيه، صغيره كده ومش حلزونيه تمام، وما بتطلعش من السيتوبلازم. طيب يا سيدي، يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي عندنا ده. الجزء اللي بعد كده هو اخر جزء معانا اللي هو جزء النيوكليار بادي. طيب ايه ان هو النيوكليار بادي بقى؟ النيوكليار بادي هو جزء النيوكليويد او جزء اللي مسؤول عن الجينات بتاعه الخليه. الجينات بتاعه الخليه هي الجزء اللي موجود جوه، اللي موجود عندنا في الرسمه ده. الجزء ده مكون من جزئين. البكتيريا الدي ان ايه ده طوله تقريبا 1 مللي. انت يا دكتور هتستعبط علينا؟ ايه واحد؟ ازاي 1 مللي هيبقى موجود في بكتيريا كلها مايكرون بالمايكرون اصلا؟ ازاي الجزء الواحد مللي هيبقى موجود في بكتيريا جوه المايكرون؟ بيحصل له سوبر كويلينج يعني بيلف حوالين بعضه، بنعمل له اوت فولدد او اون اتسيلف، بيلف حوالين بعضه بالطريقه ديت ونحطه جوه البكتيريا. وانا اعرف الكلام ده بالظبط في الجينيتك. في حاجه بره اسمها بلازميد، اسمها اكسترا كروموزومال اليمنت. ده ايه فرق البلازميد عن الدي ان ايه بتاع الخليه؟ الدي ان ايه بتاع الخليه بيعمل المعلومات الوراثيه، ازاي البكتيريا تجرو، يحصل لها جروينج، ازاي البكتيريا يحصل لها تضاعف، الكلام ده كله. امال البلازميد ده بيحصل اكسترا كروموزومال اليمنت او بيحمل الوظائف الاستثنائيه. الوظائف الاستثنائيه زي البكتيريا مثلا تبقى كبسول، في بعض البكتيريات عندها كبسول البعض الثاني لا. زي البكتيريا تطلع توكسينز، في بعض البكتيريات عندها تطلع توكسين البعض الثاني لا تمام. ده حاجات مش اساسيه للبكتيريا، ده حاجات بتزودها شراسه، مش مهمه للبكتيريا تعيش، انما بتزودها في الشراسه. ده اسمه البلازميد. يبقى دلوقتي الفرق ما بين البلازميد والبكتيريا الدي ان ايه، البكتيريا الدي ان ايه لو ما اتوجدش البكتيريا تموت، انما البلازميد لو ما اتوجدش عادي البكتيريا عادي تعيش، ما فيش اي مشكله تمام. فاسم النيوكليويد هي شبيهه النيوكليوس تمام، لانها ايه؟ لانها بروكاريوت تمام، وبتصنع من دي ان ايه تمام. وبقول لك هو سنجل كروموزوم، قلت لك قبل كده هو هابلويد نمبر، فبالتالي هو سنجل كروموزوم تمام. بتشب الالكترون ميكروسكوب تمام. بقول لك لونج ثريد لايت فولدد اون اتسيلف. هو قلت لك هو 1 مللي، عشان يدخل جوه الميكرون ده بنحتاج نعمل له فولدد او يبقى حوالين نفسه شويه عشان يبقى ايه؟ يتحط جوه البكتيريا. ده الوقت يا دكاتره احنا كده خلصنا ان شاء الله اول محاضره تمام.
يا رب تكون استفدتوا من المحاضرة إن شاء الله، ولو في أي أسئلة أنا تحت أمركم. بالتوفيق يا دكاترة إن شاء الله. و بإذن الله المحاضرة التانية هتنزل إن شاء الله قريب بإذن الله. تمام، لما ننزل المذكرة هننزل معاها إن شاء الله المحاضرة. واستنوا فيديو حل الام اس كيو بتاع المحاضرة دي إن شاء الله على اليوتيوب. فعل الجرس واستنانا بالمزيد إن شاء الله مع خالد موافق بإذن الله. في ما تخافوش يا جماعة من المايكرو، وإن شاء الله الدنيا هتبقى سهلة. وتحت أمركم في أي سؤال اللي عنده أي استفسار يعني. بالتوفيق إن شاء الله يا دكاترة.